صباح الفل. انا دلوقتي في توكيل تسلا، جاي اعمل تست درايف لتسلا موديل اكس، لان شركة تسلا قررت ان هي تلغي موديل اكس وموديل اس، العربيتين الغاليين الكبار اللي موجودين عندهم. وهم خدوا القرار ده لسببين: السبب الاولاني ان مبيعاتهم قلت جدا، لان العربيتين دول اسعارهم غالية جدا، فما فيش طلب كبير عليهم. الطلب الاكبر دلوقتي على تسلا موديل واي وتسلا موديل 3، فهم قرروا يلغوا العربيتين دول ويستعملوا خطوط الانتاج بتاعتهم في إنتاج تسلا روبوت. شركة تسلا مهتمة جدا دلوقتي بتسلا روبوت، لأن إيلون ماسك شايف إن ده المستقبل بالنسبة لشركة تسلا، إنهم يركزوا جدا على الروبوت. فأول ما يجيبوه هنا في التوكيل هبقى أفرجكم عليه برضو إن شاء الله. فأنا جاي ألحق آخر عربية موجودة تست درايف لموديل إكس قبل ما يشيلوها أصلا من التوكيل. هروح دلوقتي أستلم المفتاح ونطلع مع بعض نجرب. طبعا التجربة دي خلاص، اللي عايز يشتري تسلا موديل اكس بعد كده هيشتريها يوزد، هتبقى عربيات كلها مستعملة، لأن خلاص مش هيبقى فيه عربيات جديدة تسلا موديل اكس بعد كده. عموما العربية دي مميزة جدا، خصوصا بأبوابها الفالكون وينجز. فاللي عايز يشتري العربية دي هتبقى بعد كده عربية فينتج، لأنها عربية اس يو في كبيرة، أبوابها بتفتح فالكون وينجز لفوق. فدي تعتبر عربية مميزة جدا، مش هتلاقوا زيها موجود تاني. فاللي عايز يشتري العربية دي يشتريها بقى ويشيلها، بعد كده هتبقى من الحاجات الكلاسيك اللي مش موجودة. واستلمت اهو المفتاح، يلا بينا نجرب. 2018 عملت تست درايف لتسلا موديل اكس في القاهرة. ده كان أول تست درايف يتعمل لعربيات تسلا في مصر، والفيديو ده حقق 1,600,000 مشاهدة. النهاردة من بوردو في فرنسا بعمل تست درايف لتسلا موديل اكس، لأن هي تقريبا نفس مواصفات العربية. بطارية 100 كيلو وات، 670 هورس باور، الاكسلريشن بتاعها من 0 ل 100 في 3.9 سكندز. رينج البطارية الاوتونومي بتاعها حوالي 450 كيلو. طبعا انتوا عارفين باب تسلا الكتريك، مجرد ما بدوس على الاكرة الباب بيفتح بالكهرباء. عشان اقفل باب العربية في حاجة من الاتنين: يا اما بدوس على الاكرة، وبرده لما نيجي نفتح الباب بندوس على الاكرة الباب يتفتح. الحاجة التانية عشان اقفل الباب ادوس على دواسة الفرامل الباب يقفل. برضو من الحاجات الجديدة ما بقاش فيه دراع الإشارات اللي هنا، بقى الإشارات كلها موجودة في الدركسيون، يمين وشمال. بس يا جماعة موضوع إن الإشارات في الدركسيون مش في الدراع، أنا لسه ما خدتش عليه فملخبطني، خصوصا لما باجي ألف، يعني وأنا بلف الدركسيون وعايز أدوس بقى على الزرار علشان أدي إشارة، فببقى مش عارف الزرار فين. بس وأنا بلف مش شايف الزرار، حاجة بايخة. مش عارف ليه شالوا الدراع. بس انا مره شفت على الانترنت حد بيركب دراع للعربيات التسلا اللي ما فيهاش دراع. بصراحه الدراع الاشارات مور براكتيكال عن الزراير دي، يعني الفيتشر ده يعني يبان لك ان هو ظريف طول ما الدركسيون معدول. اول بقى ما تلف الدركسيون كده انت مش عارف بقى الزرار فين بقى، وتقعد تدور بقى الزرار فين، وبعدين تبقى مش عارف تدي اشاره، والعربيات اللي وراك بقى مش عارفه انت رايح فين. وهنا لو ما اديتش اشاره وانت بتلف كارثه يعني، مش يعني غلطه لا تغتفر. Dans 200 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la troisième sortie. اوكي، خلينا بقى نروح لاهم لقطه في العربيات الالكتريك، وهي التسارع بتاعها، الاكسلريشن. خلينا بقى نطلع على الدائري ونعمل تيست للاكسلريشن بتاع العربيه. معلش العربيه بتنبهني ان انا عديت السرعه القصوى، فخلينا نطلع الدائري ونبص على الاكسلريشن بتاع العربيه. المفروض تسلا بتقول ان هي من 0 ل 100 في 3.9 سكندز، 3.9. خلينا نجرب بنفسنا ونشوف هنوصل لكام ثانيه. هنا في العربيات الكهرباء يعني انا نادرا لما بستعمل دواسه الفرامل، لان مجرد ما بشيل رجلي من على الاكسلريتور العربيه بتهدي وتقف، يعني لغايه ما بتقف يعني لوحدها. لان هنا في حاجه اسمها، العربيات الكهرباء كلها في حاجه اسمها ريجنريتيف بريكنج. العربيه بتستفيد من، بص يا جماعه عايز اوريكم حاجه. الاشاره لما فتحت العربيه بتريكوجنايز ان الاشاره فتحت، فبتديني تنبيه ان الاشاره فتحت، عشان لو سرحان ولا حاجه اخد بالي ان الاشاره فتحت وانطلق. طيب سوري السرعه هنا 30. اوكي خلينا ملتزمين. كنت بقول لكم الريجنريتيف بريكنج، العربيه مجرد ما انا بشيل رجلي من على الاكسلريتور العربيه بتهدي لوحدها وبتعمل بريكنج. هنا لازم اقف اعدي المشاه، خطوط تعديه المشاه ما ينفعش، استحاله
ان انا اشوف حد عايز يعدي الشارع وما اقفلوش. مخالفه كبيره جدا، 135 يورو تقريبا يعني لو انا ما وقفتش للبيتون المشاة. نرجع تاني نقول انه الريجنريتيف بريكنج، العربيات الكهرباء تستفيد منها ان بترجع تاني الطاقة اللي طالعة من الفرامل بترجعها تاني للبطارية. فممكن زي ما بيقولوا تقريبا بترجع حوالي 20% تاني شحن للبطارية. فدي من مميزات العربيات الكهرباء، ان انا نادرا ما بستعمل الفرامل، فده بيطول عمر تير الفرامل، بيطول عمر تير الفرامل جدا يعني على العربيات العادية. انا دلوقتي طالع على الغوكاد اللي هو الدائري عشان نعمل تيست للاكسلريشن. ده هو يا جماعة توكيل تسلا اهو الناحية التانية. بس الهاندلنج بتاع التسلا موديل واي احسن كتير من الهاندلنج بتاع تسلا موديل اكس. موديل واي مور كنترولد، السسبنشن بتاعها دايناميك سسبنشن، فافضل كتير من تسلا موديل اكس. برضه العربيه دي طويله وتقيله، فالهاندلنج بتاعها مش احسن حاجه. موديل واي افضل بكتير، خاصه بقى كمان موديل واي بيرفورمانس، السسبنشن بتاعها رائع. بصوا شايفين الازاز من جوه العربيه عامل ازاي؟ العربيه كلها بانوراما يعني، الازاز حاجه خرافيه. بس المشكله بقى ده لو اتكسر هيزعل. والعربيه اللي معانا النهارده بالصدفه نفس اللون، وبرده من جوه 6 سيتس، 6 كراسي برده زي العربيه اللي عملت لها تيست درايف في مصر، لكن الفرق الوحيد ان دي فرش اسود، الثانيه كان فرش ابيض. انا بصراحه بحب الفرش الابيض جدا، وبحس ان الكراسي فضائيه بالفرش الابيض، انما اللون الاسود ده عادي جدا يعني، ابيض رائع في منتهى الجمال. كراسي تسلا موديل اكس اصلا شكلها فضائي، والبيبان دي اسمها فالكون وينجز، الباب بيفتح بالسقف، فطبعا ده بيدي اولا شكل فانسي جدا، ثانيا دخول العربيه بقى سهل جدا، ثالثا بيخلي فتح الباب في الاماكن الضيقه اسهل من البيبان العاديه، وكمان لو عايز ادخل للصف الثالث للكراسي اللي ورا بيبقى اسهل بكتير من لو هو باب عادي، خاصه الناس الطويله وهي داخله العربيه ما يبقاش عندها اي مشكله. الظريف بقى في الديزاين بتاع الست كراسي ان في ممر هنا في النص، ممكن الناس اللي قاعده هنا لو عايزين يدخلوا للكراسي اللي ورا بيسهل عليهم جدا الدخول من قدام لورا، بدل ما نضطر ان احنا نقفل الكراسي او نشيلها او نحركها. بس برضو بيقلل عدد الكراسي، يعني محتاج عربيه 7 سيتس بيزود الكرسي اللي في النص ده. لو عايز تطلع الكراسي قدام بدوس على الزرار ده، الكرسي بيطلع بالكهرباء لقدام علشان الناس تقدر تدخل على الصف الثالث في الكراسي، وبرضو الكرسي اللي قدام ده بيطلع لقدام شويه عشان يدي سبيس. الكراسي اللي ورا مريحه جدا بس الفردين بس. ادخل اقعد في الكرسي، ندوس على الزرار هنا الكرسي يرجع تاني مكانه. الممر اللي ما بين الكرسيين ده في العربيات الست كراسي مفيد جدا للي قاعد ورا، انه يقدر يفرد رجليه ويتفرج على الفيديوز اللي موجوده على السكرين الكبيره الجميله اللي موجوده ورا دي. فدي في السفر والطرق الطويله بصراحه مفيده جدا ان تبقى العربيه 6 كراسي مش 7 كراسي. ورا برضه في فتحات تهويه، فاللي قاعد ورا هيبقى متكيف وكله تمام. القعده ورا يعني مريحه، في مسافه معقوله للسقف، يعني يمكن الناس الطويله هتبقى واصله لفوق شويه اكتر مني، انا مش طويل قوي، انا 173 سنتي. عايز افرجكم على شنطه التسلا، والست كراسي مفتوحين، يعني مع وجود 3 صفوف من الكراسي برضو ستيل في عندنا مساحة كويسة جدا نحط فيها شنط، بس طبعا شنط صغيرة يعني. فبصراحة الويل بيس بتاعت العربية عشان طويلة فبتسمح ان يبقى فيه 3 صفوف للكراسي وكمان مساحة للتخزين. هنا تحت التابلو ده في برضو مساحة كبيرة للتخزين، تحط فيها شنط، تحط فيها الكابلات الشحن، تحط فيها اي حاجة تانية. مساحة كبيرة جدا موجودة تحت التابلو. الشنطة والسبويلر اللي ورا ده بقى ثابت، ما بقاش يطلع وينزل زي زمان،
بقى خلوه ثابت لان لقوا ان هو ملوش جدوى انه يطلع وينزل، وبقى complicated في الميكانيزم بتاعه، فخلوا الوينج اللي ورا ده ثابت. ده طبعا معمول علشان يدي ثبات افضل للعربيه على السرعات العاليه. السسبنشن بيعلى وينزل كده، السسبنشن اعلى حاجه كده بننزله. ده اوطى حاجه على الارض.